أهلا بيكم في رسائل المنام. النهاردة معانا حلم جديد جالنا من متابعة على صفحة رسائل المنام على الإنستجرام. خلينا نبدأ ونسمع الحلم. الحلم بيقول: حلمت إني اتجوزت ملك وكان معاملته معايا حلوة وبيحبني. الناس كانوا فاكرين إنه عايز يسجل حاجة باسمي، بس ده ما كانش صحيح. رحنا المكان للملك وطلب مني أطلب من شجرة قلم بنفس لون عينيها، والشجرة ادتني القلم بطريقة شبه السحر. بعدها حصل خناقة واتكسر تليفون وما فهمتش هو كان بيقول ايه. وفي الآخر صحيت لقيت أهلي كلهم في البيت ومعانا بيبي وكلهم لابسين أبيض وحاطين على البيبي ورد زهري. طيب، تعالوا دلوقتي نشوف تفسير الرموز اللي ظهرت في الحلم. أولاً، حلمك بيقولك شوية رسائل مهمة. الزواج من الملك في الحلم معناه هفعة وخير وبداية جديدة ليكي، وكمان في احتمال ارتباط يكون فيه تقدير ومودة من الطرف التاني. القلم اللي خدتيه من الشجرة بيرمز لقرار صح هيجي ليكي بتيسير من ربنا، ومعاه طمأنينة داخلية هتحسي بيها. كسر التليفون ممكن يشير لسوء تفاهم بسيط أو مشكلة في التواصل، بس ما تقلقيش، مش حاجة كبيرة ولا حاجة سلبية. وجود طفل واللبس الأبيض ده معناه بداية جميلة وفرحة وراحة، وغالباً بيكون علامة على زواج مبارك واستقرار ليكي. ورسالة الحلم ليكي إن كل اللي شفتيه فيه بشرة خير في موضوع الارتباط، وإنك هتاخدي قرار صح وهتعدي أي توترات بسيطة، والنهاية بإذن الله هتكون سعيدة ليكي. والله أعلم. لو الحلم ده قريب من اللي بتمري بيه، اكتبيلي في التعليقات، وممكن يكون الفيديو الجاي عن حلمك انتي. ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس وتستني تفسير حلم جديد من رسائل المنام.